السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ندخل في موضوع النهاردة هتكلم مع حضراتكم بشكل سريع عن قصة أصحاب السبت، لأنها ليها علاقة وثيقة جدا بالموضوع اللي هتكلم مع حضراتكم فيه. قصة أهل السبت، أصحاب السبت، من القصص المرعبة جدا في اللي ذكرها ربنا في القرآن. طب مين هم أصحاب السبت؟ أصحاب السبت دول مجموعة من اليهود، كانت في عهد سيدنا داود، أو يقال إن هي كانت في عهد سيدنا موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نزل عليهم أمر ربنا إن هم ما يصطادوش يوم السبت. ده طبعا اختبار لإيمانهم. انقسموا لذلك، انقسموا 3 مجموعات. مجموعة خلفت أمر الله واتحايلت عليه. المجموعة التانية لم تخالف أمر الله، ولكنها وافقت أو يعني لم تنكر على المجموعة الأولى التحايل اللي هي عملته. المجموعة الثالثة كانت قلة قليلة، وكانت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، ودي ربنا سبحانه وتعالى نجاها من العذاب. نيجي للمجموعة الأولى عملت ايه؟ المجموعة الأولى كانت بتنصب شباكها يوم الجمعة بالليل وتسيبها السبت وتسحبها يوم الحد الصبح، طبعا مليانة بكل السمك بتاع يوم السبت. ده طبعا تحايل على أمر الله، وده أغضب ربنا عليهم، فلعنهم وخرجهم من رحمته ومسخهم لقرود، ودي القصة اللي احنا كلنا عارفينها. ندخل بقى في الموضوع اللي عايزة اكلم حضراتكم فيه. كم منا اليوم بيعيش بعقلية اهل السبت، بيلف ويتحايل على اوامر الله الواضحة الصريحة، بيلف ويتحايل على اوامر الله الواضحة الصريحة. يعني يقولك مثلا على الربا، لا ده فايدة. الربا اللي هو وأذنه بحرب من الله ورسوله، لا يقولك دي فايدة. شفت التحايل؟ والرشوة يقولك عليها دي إكرامية. الرشوة يقول عليها إكرامية. الخمر يقولك ده أصل دي مشروبات روحية والعياذ بالله. والنميمة يقولك أصل احنا ما بنحبش نسكت على الغلط، دي نميمة. يقولك لا احنا نتكلم فيها لأن ما ينفعش نسكت على الغلط. والعرية أصبح حرية، هم أحرار. واللي ما بيصليش يقولك ده دين المعاملة والإيمان في القلب. واللي يجمع الصلوات كلها قبل ما ينام ويصليها. والحجاب بقى موضة وحاجات وأمثلة كتير كتير كتير. المصيبة ربنا يكون غضبان علينا بدون ما نشعر، ويكون مخرجنا من رحمته والعياذ بالله، واحنا فاكرين بقى ان احنا اولياء من اولياء الله. سبحان الله. اما انا الاوان ان احنا نتعامل مع اوامر الله على انه رب عظيم يؤمر فيطاع. يقول الله: ما لكم لا ترجون الله وقارا، ويقول: وما قدروا الله حق قدره، ويقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. استقيموا علشان ربنا يصلح حال الأمة ويرفع عنها البلاء. أنا كده شبهت اللي بيحصل النهاردة بعقلية أصحاب السبت. احذر يا أخي، احذر يا أختي أن تكوني من أصحاب السبت. والله ده فعلا عظيم. واذكروا الله وصلوا على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.